في تاريخ المغرب القنص ما كانش غير مجرد رياضة ولا هواية، لا، كان أداة قوية بزاف في يد الدولة. فهاد الشرح غنشوفوا كيفاش رحلات الصيد الملكية تحولات من مجرد تدريب عسكري لمسرح دبلوماسي في أعلى مستوى. سؤال يقدر يبان غريب شوية، ياك؟ يعني كيفاش رحلة ديال الصيد تقدر تقرر مصير أمة كاملة؟ ولكن في عالم السياسة والملوك حتى أبسط التقاليد يقدر يكون وراها رهانات ضخمة بزاف. خليونا نشوفوا كيفاش. وهذه هي الفكرة الأساسية اللي خاصنا نستوعبوها. القنص ما كانش غير هواية للمتعة، لا، كان انعكاس مباشر للسلطة ووسيلة باش تمارسها، ومنصة باش تدار فيها أهم الصفقات. وبعض المرات كانت ساحة كتنكشف فيها أخطر المؤامرات. الرحلة ديالنا غدوز من 4 المحطات رئيسية. غنبداو بفن السلطان القتالي، ومن بعد نشوفوا كيفاش تمت حراسة هذا التقليد العريق، ثم ننتقلوا لساحة الصيد السياسية، وفي الآخر نكشفوا على الإرث الخفي ديال القناص. طيب، يلا نبداو قصتنا بالرجوع للقرن ال17. بطل هذه المرحلة هو السلطان مولاي إسماعيل، في واحد الوقت اللي كان فيه الخط الفاصل بين الصيد والحرب رقيق بزاف، وتقريبا ما كاينش. باش نفهموا دور القنص خاصنا أول حاجة نفهموا مصطلح المخزن. المخزن هو الجوهر ديال الدولة المغربية التقليدية، وفي هذا النظام الصيد ما كانش رياضة وصافي، لا، كان جزء أساسي من التكوين العسكري والسياسي ديال الدولة. كان بمثابة تدريب مستمر على فنون الحكم والحرب. شوفوا التطابق هنا، شي حاجة مذهلة. المهارات المطلوبة في الصيد هي نيت المهارات المطلوبة في المعركة: الفروسية، الرماية، الاستراتيجية. يعني باختصار إتقان الصيد كان كيعني الاستعداد للحرب. كان الصيد هو التدريب العسكري الأكثر واقعية على الإطلاق. إذن النقطة الحاسمة هي أن مولاي إسماعيل ما كانش كيشوف الصيد كهواية بصفة نهائية. بالنسبة ليه كان ممارسة أساسية لبناء الدولة. كل رحلة صيد كانت استعراض للقوة وتأكيد للسيطرة وجولة تفتيشية في نفس الوقت. طيب، نزيدوا بالزمن قرون القدام. الساحة السياسية تبدلات تماما. في بداية القرن العشرين السلطان محمد الخامس كان كيواجه تحدي جديد: كيفاش يحافظ على الهوية المغربية قدام النفوذ الاستعماري. سلاحه كان تحويل الصيد لاحتفال وطني مهيب، وهذا القرار ما كانش مجرد تفضيل شخصي، أبدا، كان إعلان سياسي واضح. كان طريقة للتأكيد على الهوية المغربية الأصيلة في واحد الوقت اللي كانت فيه ضغوطات كبيرة للتغيير. كان كيحمي تقليد كيمثل رمز للسيادة. بحال اللي كنشوفه هنا، رحلة الصيد ما كانتش مجرد نزهة عادية، كانت عملية منظمة بدقة عالية. كتبدأ أيام قبل وصول السلطان راسه بنصب الخيام وتجهيز التيران، وكتسالي بوليمة ملكية ضخمة. كانت بحال شي مهرجان متنقل معقد لوجستيا وسياسيا. وهنا القصة كتوصل للذروة ديالها مع الملك الحسن الثاني، حيث ما اكتفاش غير بالمحافظة على التقليد، بل دار فيه ثورة شاملة. حولوا الأداة دبلوماسية حديثة وفعالة بشكل ما كيتصدقش. هذا التسلسل الزمني كيوضح لنا كيفاش تشكلات الرؤية ديال الحسن الثاني. الموضوع ما كانش صدفة، كان نتيجة خبرات متراكمة خلاته يدرك الإمكانيات الهائلة اللي كاينة في هذا التقليد الملكي القديم. يعني الصيد تحول لحدث رسمي للدولة ومنظم باحترافية شديدة بزاف. ما بقاش مجرد احتفال ولا منصة للعمل، كل شيء مدروس بدقة، من لائحة الضياف المدعوين لنوع الماكلة اللي غادي تقدم. وهنا كنشوفوا العبقرية الدبلوماسية ديال الحسن الثاني بأوضح صورها. خلال رحلة صيد مع الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد، كل حركة كانت محسوبة، من شرح أنواع القرطاس لاستعراض كرم الضيافة المغربية. هذا ما كانش صيد، هذا كان عرض للقوة الناعمة، كيبين الخبرة والكرم والسيطرة الكاملة على قاع التفاصيل. ولكن ساحة الصيد ما كانتش ديما مكان للدبلوماسية الهادئة. هذا الاقتباس من عميلة في CIA ألين غريفيث كينقلنا الأجواء مشحونة بالتوتر قبل شهور قليلة بس من محاولة انقلاب الصخيرات الشهيرة. وهنا كيبان الوجه الآخر للقصة، نفس الطقوس المعقدة والبروتوكولات الصارمة اللي خلات من الصيد أداة دبلوماسية قوية، تحولات في ديك اللحظة الحرجة الحاجز منيع جدا. تخيلوا الموقف، كيفاش ممكن توقع معلومة استخباراتية عاجلة ممكن تنقذ العرش وتدوز وسط هذا الخيط كله من الرسميات. مزيان، نختم دابا بالنظرة لهذا التقليد من زاوية مختلفة، من منظور خارجي، ونلخص التحول المذهل اللي طرأ عليه عبر العصور.
شهادة الصحفي البريطاني والتر هاريس في القرن 19 كتعطينا صورة واضحة بزاف للفرق. الصيد المغربي كان حدث اجتماعي فيه الصداع والحيحة وكل شيء كيشارك فيه، بينما الصيد على الطريقة الأوروبية كان أكثر تنظيم واحتسائي، وهذا الشيء كيبين شحال التقاليد المحلية كانت فريدة من نوعها. وهذه الحادثة الطريفة كتورينا الذكاء ديال هاريس وسرعة بديهته. من بعد ما طاح من فوق العود وكل شيء كان مخلوع، استعمل ببراعة الفهم ديالو للثقافة المحلية باش يهدن الوضع. لقطة رائعة كتورينا الديناميكيات بين الأجانب والمجتمع المغربي في ذاك الوقت. وهكذا كنكونوا شفنا مسار التحول الكامل، شي حاجة بدأت كتدريب للحرب تحولت لرمز للهوية الوطنية، ومن بعد تطورت باش تولي أداة سياسية ودبلوماسية في غاية الدقة والتأثير. وهذا الشيء كيخلينا مع سؤال للتفكير. قصة القنص الملكي المغربي كتعلمنا باللي التقاليد غالبا كتكون كتر بزاف من مجرد احتفالات. فيا ترى شنو هي الممارسات اللي كنشوفوها اليوم دايرة بينا واللي تقدر تكون في الجوهر ديالها تماما بحال الصيد الملكي، لعبة متقنة للسلطة والنفوذ؟